انا مطبخ توته النهارده قلت له بقى اعمل لكم وصفه حلوه قوي للناس الصحيه اللي هي عايزه حاجات بقى من غير سكر من غير سمنه من غير زيت، كمان تطلع معاكي مقرمشه وجميله وتنفع تعمليها بسكر عادي وبسكر دايت. فقلت اعمل لكم وصفات صحيه. جبت اول حاجه ربع كيلو سمسم او بيعادل كوبايه ونص سمسم. ده ربع كيلو يعني بتجيبيه من عند العطار، سمسم يكون ابيض. اهم حاجه في الوصفه ان السمسم يكون متنقي ويكون ايه حباته كده حلوه وتكون نضيف عشان خاطر هتعملي بيها الوصفه بكل سلاسه. اول حاجه هجيب معلقتين سكر بودر او معلقتين سكر دايت وعليهم بياض بالطين. هقلب الخليط المواد اللي معايا دي كلها في قلب بعضيها كويس جدا، بحيث ان انا امزج البيض كله اللي انا حطيته مع السمسم والسكر واتاكد انه اتشرب السمسم البياض البيض كله. في الخطوة ديت انت هتحسي ان العجينة مش متماسكة زي البسكوتات، بس هو مش نوع بسكوت انت بتعمليه اللي هو زي البسكوت يبقى زي العجينة. لا، هو مقداره كده وهو طريقته كده. هتحسي اللي هو مفرول، بس هو لما بيستوى في الفرن بيمسك وبيدي تماسك حلو زي البسكوت. في النهاية هتشوفي الوصفة هتعجبك جدا وهتعتمديها على طول وهتعمليها في البيت. عندك بقى بولة ايس كريم او عندك معلقتين كده زي بتوع الاكل ممكن تعملي بيهم. هتحطي الخليط دوت في قلب معلقة وهتحطيها كده بالطريقة اللي انت شايفاه في صاج يكون ألمونيا. عليه بقى آه، ورق زبدة او مفرش سيليكون هتسوي عليه. اول حاجة هحط زي ما انتوا شفتوا كده وهسويه زي ما انتوا شايفين بحيث ان كل قطعة والتانية تطلع قد بعضيها عشان التسوية في الفرن متحرقليش البسكوت. كده انا خلصت الصاج كله والمقدار بتاعي ده عمل لي صاجين كاملين. هدخل بقى الصاج ده الفرن على درجة حرارة 160 لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة على حسب الفرن بتاعتك. أهم حاجة في الوصفة ديت إنك لما بتيجي تطلعيها وهو سخن بتطلعيه على طول من قلب ورق الزبدة عشان ما يلزقش معاكي. بيطلع ده شكله النهائي وبيطلع جميل جدا، ولايك وشير.